كنا يا عبد الباقي وانت تتذكر اكثر مني انا، كنا نضحكوا عليهم واللي كنا نعلموا فيهم، كلهم خدموا على رواحهم، كلهم حطوا الباكو. تشوف ملاعبهم من نقول تنزانيا جنوب افريقيا وغيرها وغيرها، ما نحكيش على مصر والجزائر والمغرب على خاطر وقتها المقارنه لا تجوز، اما ما يجوز هو نقولها العباره نتاع رئيسنا الاسبق نندبهم. هبطنا الاسفل السافلين والجو الحزين. نهار الاثنين والبارح عندها نهارين الحكايه، زاد ضربني الحقيقه الحزن. نتفرج في حفل تسليم جوائز الكاف لسنه 2023، حفله في مراكش، وكان ما ريتهاش خير. مراكش عينك والله ما يجيها النوم، تتفرج وتقول احنا وين، مش على مستوى التنظيم برك، مستوى التنظيم ساعة مهرجان عالمي، ظهر عبد الباقي تفرجت حتى في تصاور عالمي، ومش حتى معناها على مستوى البهرج الكبير، لا لا نحكي توا على مستوى الجوائز. احسن لاعب، احسن لاعب، احسن لاعب شاب، احسن مدرب، احسن مدرب، احسن فريق، احسن مدرب وطني، احسن فريق وطني، هدف الموسم، حصلوا اكثر من 10 جوائز ولا ريحه لتونس. هي قلت فريق الموسم في ال11 نقاوشي ننقروشي حتى حويجه ولا ريحه ملاعبي تونسي. تونس تقول تونس ماهيش تابعه افريقيا، لا سي عبد الباقي، لا لا سي عبد الباقي، احنا تابعين خريطه افريقيا، لكن خرجنا من خريطه الكره الافريقيه والى الوراء سر. ديما تحصل الإضافة في المواضيع اللي معناتها يحكي عليهم المترو ويتناولهم المترو بصراحة. حتى أنا تفرجت في الافتتاحية وتفرجت معناتها فيها كاملة تفرجت في الحفلة هذه، تفرجت فيها كاملة صراحة. عباد طارت وعباد قدمت وعباد وين مشيت ما نعرفش معناتها، خلينا نقولوا اتصاليا كيفاش شفت الحفلة هذه، وشنو رأيك في الموضوع اللي تناولوا المترو؟ والله شوف انا نفضل ما نقولش العباد طارت بينا، نقول احنا وخرنا، مش حتى قعدنا كيكه وخرنا. اي كنا طايرين بهم، معناها لو كانوا وصلنا احنا في نسق الطيران رانا تو هاربين بهم. احنا وقفنا قعدنا نتفرجوا وما قعدوا يخدموا حتى لين تجاوزونا كما في الكورس، معناها اذا كان ترخي اللي وراك يتعدى بعدك، معناها سي تو في نورمال. هو اللي يزيد واحد يسكت ويخليه ساكت ما عنده ما يقول. انا كي تنظر للريزولتا تلقاهم لوجيك، صحيح ما عندك ما تقول معناها، حتى باش تقول تظلمت ما تجمش، كيفاش تظلمت ما عندك باش تظلم، فهمت؟ صحيح. لو لازمنا نخدموا على رواحنا. راهو شوف البارح صديقي حمدي المرزوقي يحكي في نيجيريا 6 راهو اومولوجي بور تشامبيونز ليج، في نيجيريا 6 راهو اومولوجي، 6 استاد اومولوجي، ما نحكيلكش المغرب ومصر والجزائر، نيجيريا اللي قبل كنا الفريق التونسي اللي يمشي يلعب في نيجيريا يبدا يخمم شهر كامل في التيران باش يلعب فيه كيفاش باش يكون. توا هي عندها 7 استادات اومولوجي وانت عندك واحد. وما عادش حتى الفرق التونسيه ما عادش هكا، نقول لك وضعيه الميدان في نيجيريا وضعيه هما يتشكلوا. لا ولا هما تو وضعيه. علاش قلت لك والله وعبد الباقي يعرف، خاطر عشنا زمن ما كانت احنا نظمنا كاس افريقيا، نظمنا كاس افريقيا ما 2004 نظمنا كاس افريقيا 94 انا نحكي على 2004 نقول قريب. معناها كانت عندنا ملاعب، معناها 6 7 ملاعب تاع تنظيم. اليوم ما نجموش ننظموا كاس افريقيا نتاع البيس، ما نجموش ننظموا كاس افريقيا نتاع المدارس نتاع الاداني، يستحيل ما تنجمش. ولا تحكي على نيجيريا، توا نيجيريا ناس غنيه، نحكي على البلدان الاخرى. نحكي على البلدان الاخرى اللي بلدان بين ظفرين، معروفه فقيره، ما عندهاش امكانيات، ما عندها شيء، حطت حد ادنى. تعرف راهو الدوله ولهنا مسؤوليه الدوله، راهو الدوله ما تخممش على وليداتها وشبابها. هذه هي الاشكاليه، وانا قلتها قداش من مره، من الثوره وهي حتى من قبل شويه، ولكن من الثوره نسينا الرياضة بصفة عامة. أخي عادي نلعبوا في قاعات مغطاة تقف المقابلة لطهات الأمطار، رانا نلعبوا في قاعات مغطاة تتوقف المقابلة لأنه طهات الأمطار تدخل فيها. الملاعب ما عندكش. راهو أنا نتفرج نهار الاثنين سامحني بغصة كبيرة لأن نقول مش هربوا، معناها ناس في عالم آخر، في دنيا أخرى، في احتفالات أخرى، وكأننا قلت أنا
احنا موجودين في افريقيا اما خرجنا من خارطه الكره الافريقيه. تونس غائبه تماما في كل شيء، ومع الاسف وقت اللي نحكيو على بطوله تمشي بنسق حلزوني ونمشيو ونشوفوا معناها الملاعب نتاعنا ونشوفوا كذا معناها مسكين شوف المسيرين نتاعنا مسيرين مسكين استادرات شيء حاجه تحشم. انا بالنسبه لي معناها بكل صراحه كل ما فمش حتى حاجه، ما فمش البلوه حاجه الكبيره هي راهو ما نقعدوش ديما نغزروا للاتوال فيها برا امشي لوج. اساس الكوره سي لاماتوريزم. امشي الانديه الهاويه اللي هي تمثل الاغلبيه 90% ولا 85% من كره قدم توصيل. امشي شوف الناس اللي تسير ايش قاعده تعمل وشكون هم اللي يسيروا وكيفاش يتصرفوا وكيفاش يمشيوا في الجمعيات هذه. صحيح هلور سي توتا في نورمال ما تلقى حتى شيء. لا وانت عندك النتيجه. قبيليك نقرا ايمن مره اخرى نحيي ايمن زروق بعث لنا بطولات الشبان الكل تاجلوا. بطولات الشبان اللي انا نعرف من اللي انا صغير ونكور بطولات الشبان نبداو في ديسمبر لا سبتمبر لا اكتوبر لا نوفمبر الناس تقرا وكذا وحتى كذا باش يتاجلوا للليسونس ما مش حاضرين. هذا تاكيدا لكلام عبد الباقي لانه بطولات الشبان فيها الفرق الكل معناها الدرجه الاولى والثانيه والمحترفين وغير. معناها تتصور الليسونس مش حاضرين. معناها وليدات صغار تترانا من اوت وهي تترانا وتحضر تستنى باش يبدا الماتشوات نتاعها يجيهم ليله صلى الله يقول لهم اسمع الاجازات مش حاضره وما فهماش وين الاداره الفنيه وين الدنيا هذه بكل الادارات راو المعاينه لو كونستا المعاينه مبكيه. معاينه وضع الكره اليوم في تونس مبكيه واضح. والحديث يطول معناتها في الموضوع هذا بصراحه كما كنتوا تحكيوا معناتها شيء يوجع القلب معناتها في حاجات كيما هكا اذا نشوفوا الوضعيه نتاع كورتنا كيفاش ولات واذا نشوفوا لي جون وشنو هما لي زانترفونسيون اللي يصيروا. خاطر انت قلت كلمه مهمه برشا راهو سعد باقي معناتها اذا نحكيو على المسؤولين اليوم معناتها المسؤولين اللي يتحطوا في الجمعيات اليوم يتحطوا دي بارون مثال حتى نحكيو على ويتحطوا دي بارون ويتحطوا عبادك اللي عنده فلوس خاطر هو يجيب في الماء ولا يجيب في الدوسارات ولا يجيب في الكور ولده يلعب كابيتان ولا ولده تلقاه يلعب كابيتان ولده معناتها فما حاجات صاروا قدامي انا والله مسؤولين ودي بارون زاد عباد تحب توصل ولادها حكيتهم لي شيء يوجع القلب. هذه ما عادش معناتها نفكروا نقولوا ان شاء الله المستقبل خير ان شاء الله المستقبل. لا يلزم هذوما الباز لازم يتحسنوا باش نضمنوا المستقبل اللي خير. يلا نخرجوا فاصل صغير ونرجعوا نحكيوا على مباراه الترجي واتحاد تطاوين ونمشيو بعد شويه نحاولوا انه يكون معنا قيس هنا في رابط مباشر باش ناخذوا لي ديكلاراسيون ابري ماتش.